واش عقلتي شحال من مره قررتي انك تتعلم شي لغه جديده ودرتي خطه باش تعلمها وخديتي كورسات وفيديوهات تعليميه وفي الاخر لقيتي راسك ما تعلمتي حتى شي حاجه من غير بعض الكلمات والجمل اللي ما غاديش يخليوك تقل اللغه؟ يعني المشكل ماشي فيك انك مكلخ او الذاكره ديالك ضعيفه، بل ان الدماغ ديالك ما تعطاتوش الطريقه الصحيحه باش يكتسب اللغه، بمعنى انك ما عرفتيش الطريقه اصلا باش اللغه كتكتسب. لذلك في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الدماغ ديالك كيتعامل مع اللغه، وغادي نشوفوا كيفاش هاد الطرق التقليديه اللي قلينا في المدرسه ما غاديش تكتسب بهم اللغه واخا تقرا حياتك كامله. وفي الاخير طبعا غادي نعطيك استراتيجيات صحيحه مبنيه على دراسات علميه كيفاش تكتسب اي لغه في العالم بسرعه كبيره. كيبدا الفيديو ديالنا مع ستيف كوفمان، رجل كندي في عمره 61 سنه، كيتكلم الان 20 لغه منها العربيه والفارسيه. ستيف ماشي عنده ذكاء خارق عليك، بل انه عرف كيفاش يتعلم اللغه بطريقه صحيحه، ماشي بحال المناهج الدراسيه اللي اخر حاجه ممكن ديرها هي تخليك تتقن اللغه. ستيف حتى هو كان شاب بحالي وبحالك، نزاد في اسره كتهضر بجوج لغات، الانجليزيه والفرنسيه، اكتسب لغتين من البدايه، ولكن هو ما وقفش هنا، بل كان عنده شغف يتعلم لغة جديدة كتعجبه بزاف وهي اليابانية. وبدا الرحلة ديالو في تعلم اليابانية بالطريقة التقليدية اللي كلنا جربناها، هي حفظ الكلمات وحفظ القواعد، أو لا تفرج شي فيديو كيف تتعلم اللغة في أسبوعين. ولكن لقى بأن هالطريقة ما غاديش يكتسب بها اللغة. إذا قرر يغير الطريقة وحاول بدل ما يتعلم اللغة يتعرض للغة، فبدا كيسمع وكيقرا كتب باليابانية وكيهضر بها واخا ما كيعرفش يهضر مزيان. من بعد أسابيع قليلة قرأت تطور في اليابانية وبدأ قادر يستوعب بعض الجمل اليابانية، وهنا اكتشف أن هذه هي الطريقة الصحيحة باش يتعلم اللغة. وكيقول: حينها تركت تعلم القواعد واتجهت للتعرض للغة. وبهذه الطريقة ماشي يقدر يتعلم غير اليابانية، بل تعلم من بعدها 17 لغة. 17 لغة منها العربية والفارسية، ونسى واحد غير مع الفرنسي والانجلي. دابا غادي تكون تقول مع راسك: صافي لقيتها، غادي ندير بحالو وغادي نتعلم انا ديك الانجليزيه والفرنسيه اللي عذباتني في حياتي. غادي نقول لك كالما ما تحمسش بزاف، باقي شي حوايج خاصك تعرفهم قبل ما تمشي تتعلم اي لغه. فالقصه ديال ستيف الا عقلتي معايا، قلنا انه من الاول كان متعلم جوج لغات لانه كبر وسط عائله كتهضر بهم بجوج. السؤال هو كيفاش حتى تتعلم لهاد جوج لغات؟ اولا خلينا من ستيف، انت كيفاش تعلمتي العربيه؟ واش والديك بقاو مقابلينك هادي تفاحه وكيعلموا فيك؟ الجواب لا، بل من كثره ما تعرضتي للغه الدماغ ديالك بدا كيفهمها. وهذه هي افضل طريقه تقدر تتعلم بها اي لغه في العالم، هي التعرض المستمر للغة. خاصك تعرف أن اللغة ما كتعلمهاش بل كتكتسب. كيقول ستيف كوفمان: لا يمكنك أن تجبر نفسك على تعلم اللغة، دع اللغة تأتي إليك. خاصك تعرف أن أول شرط خاص يكون في أي لغة بغيتي تتعلمها هي أنك تكون مستمتع في الرحلة ديال إتقان اللغة. ولكن كيفاش تولي مستمتع باللغة؟ أنا نقول لك. كيف ما قلنا أن اللغة كتكتسب ماشي كتعلم. إذا بغيتي تتعلم أي لغة غادي تتعلمها فقط من الممارسة، أي أنك تمارس اللغة. كاين طرق بزاف لممارسة اللغة. أولها القراءة، هي أنك تشد شي كتاب أو لا أي حاجة كيعجبك تقراها بديك اللغة اللي بديتي تتعلم. وتاني حاجة هي الاستماع ثم الاستماع، لانه احنا مثلا في المغرب راه ممكن غير من قراءه تعلم واحد اللغه وتولي تفهم كتب بهذيك اللغه بلا ما تحتاج ترجمه. ولكن الا هضر معك واحد الانجليزي مثلا ما غادي تفهم والو، لانك قريتي الكلمات الانجليزيه كيف ما كتقرا الفرنسيه. لذلك هذا هو السبب انك ما كتفهمش الفيديوهات اللي بالانجلي واخا تكون انت عارف دوك الكلمات، لان الطريقه باش كتنطق ديك الكلمه ماشي هو الصحيح. وملي كتسمع كلمه في شي فيديو كيسحب لك انها كلمه اخرى، بحال مثلا هذه الكلمه كاين واحد الصنف غادي يقراها ناتور، ولكن ملي غادي يسمع في شي فيديو بالانجليزيه نيتشر غادي يسحب له هذيك كلمه اخرى. لذلك حاول تجمع ما بين القراءه والاستماع. وبالنسبه للفيديوهات حاول تفعل سابتايتلز ومع هذيك الهضره اللي كتقال كتكون كتبه في الشاشه. حاول تفعلها في كل فيديو باش هكا تكون عرفتي النطق الصحيح ديال كل كلمه. قلنا أن التعرض للغة هو الطريقة الأفضل باش تتعلم أي لغة، ولكن حتى في التعرض فيه جوج أنواع. النوع الأول هو تعيش في ديك الدولة اللي الناس كيهضروا بديك اللغة، وهنا بكثرة المحادثة ديال الناس غتبدا شوية بشوية تعلم ديك اللغة. والثاني طريقة هي في الحالة ديالي وديالك والأغلبية ديال اللي كيسمعوا هذا الفيديو، لأنك في دولة عربية وباغي تتعلم لغة أجنبية. أنا صديقي العلم كيقول لك أنك خاصك تعرض للغة بذكاء، فكل ما كان داكشي اللي كتعرض ليه صعيب، بحال فيديوهات فيه لهجة صعيبة أو كيهضروا بالزربة، كل ما كان التعلم ديال ديك اللغة أيضا صعيب. كاين واحد القاعدة عند العلماء هي 2+1.
وايه هنا هي المستوى ديالك في ديك اللغه. مثلا ناخذ الانجليزيه وديك الواحد هي 10% ديال الصعوبه، بمعنى انك الا كنتي كتقرا شي كتاب فخاصو ما يكون صعيب بزاف وخاصك تترجم الصفحه كامله، بل خاصك تشوف شي كتاب تقدر تفهم فيه 90% من المحتوى. هو ماشي ضروري تفهم 90% بالضبط، ولكن تكون تفهم المعنى العام. بحال هكا ما غاديش يجيك الملل وغادي تتعلم بالزربه الكلمات اللي ما عرفتش لانهم قلال. وهذه القاعده طبقها حتى في المشاهده والاستماع. حاول تقلب على شي نوع من الفيديوهات كيعجبك وشوف شي واحد يكون اللغه ديالو سهله وبقى تتفرج فيه. المهم خلاصة هادشي هو ان اللغة ما غاديش تكتسبها بالطرق التقليدية اللي تعلمنا في المدرسة، هي تحفظ القواعد وتحفظ الكلمات، بل بالممارسة. كل ما مارستي اللغة كل ما غادي تكتسبها بسرعة اكبر. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بغيت نقول لك الا كنتي من بعد هذا الفيديو غادي تبقى غير تسكرولي، قلب على بال القنوات اللي غادي يكونوا فيهم المحتوى اللي كيعجبك، وقلب على قنوات تكون كتفهم فيهم شويه ودير ليهم سيف باش تفرج فيهم من بعد. وهنا وصلنا لنهايه ديال الحلقه. كان معكم سامي هنايا، نشوفكم في الحلقه الجايه.